السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد ويسعد أوقات كل متابعي مطبخ أكاديمي فود. اليوم رح نحضر وصفة عن جد ألذ من اللذاذة. رح نحضر كب كيك بحشوة كرات جوز الهند. هالكب كيك سهل وسريع وبسيط ومكوناته متوافرة بكل مطبخ بياخد العقل كتير ناجح وبيستحق التجربة. رح أترك لكم كل المكونات يلي منحتاجها بصندوق الوصف. وقبل ما نبدأ بالتحضير حابة هيك شوي بس اتشكر جروب كتير عم يدعم قناتي، كتير عم يدعم الوصفات يلي عم نزلها، تعلم فن الطبخ وصناعة الحلويات والمعجنات. صاحبة هالجروب عندها كمان قناة في اليوتيوب تعلم الطبخ مع ام ديما. رح اترك لكم رابط الجروب ورابط قناتها بصندوق الوصف. هن جروبين عن جد ادخلوا كتير كتير رح تستفادوا. رح نبدأ مباشرة هلأ بتحضير الوصفة. رح أبدأ أول شي بالحشوة، حضرها وحطها على جنب. طبعا تحضيرها كتير بسيط، بحتاج لكوب من جوز الهند خشن أو ناعم على حسب ما متوافر عندكم، وتقريبا علبة حليب مكثف محلى أو كوب. أنا هذا الحليب طبعا أنا عاملته محضرته بالمنزل. رح أترك لكم كمان مكوناته وطريقة تحضيره بصندوق الوصف. أضفت الجوز الهند، رح نزل شوي شوي الحليب المكثف على دفعات ومنعجن. إذا احتاج منرجع منضيف مرة تانية بهي الطريقة. طبعا فيكم تعملوه بدون كمان كرات جوز الهند، اعتمدوا عيار هالكب كيك جدا ناجح وهش كتير وخفيف. وعنا هلأ احتجت شوي من الحليب المكثف أضفت وبعجن لحتى أحصل على عجينة بقدر كورها بكل سهولة. بهي الطريقة كتير هالخطوة بسيطة، بحب أعملها قبل ما أبدأ بتحضير الكب كيك مشان تسهل علي المراحل. لاحظوا صار جوز الهند عجينة، رح أعمله كرات. طبعا انتو بتتحكموا بكبر الكرة او صغرها على حسب قوالب الكب كيك عندكم، اذا كانت صغيرة او وسط او كبيرة. انا عم بستعمل القوالب الوسط وهيك حجمها. بحب كتير يكون طعم جوز الهند واضح جوات هالكب كيك لانه عن جد كتير كتير طيب. حضرت كل الكرات، رح اتركهم على جنب ولأبدأ بتحضير العجينة بهي الطريقة. هلأ مباشرة إما بوعاء الخلاط أو بالعجانة على حسب ما متوافر عندكم. بريق خلاط العصير إذا ما متوافر العجانة. رح نضيف بيضتين ورح نزل عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ونص كوب زيت نباتي ورح ضيف كمان نص كوب من الحليب السائل ورح نزل عليهم كوب سكر خشن، يعني مو سكر بودرة، بقصد بسكر خشن إنه ما يكون سكر بودرة. وعنا نص كوب من اللبن. شايفين المراحل كتير كتير سهلة، كل المكونات مع بعض. وهلأ 3 معالق من الكاكاو. ولا أسهل من هيك وصفة. هلأ رح أخلط هاي المكونات سوا. رح ثبت مضرب الشبك واخلطون كتير منيح. وانتو هالخطوة كمان بتقدروا تعملوها ببريق الخلاط. رح أخلط منيح لأتأكد إنه الكاكاو اختفى تماماً والمكونات كلها انخلطت مع بعضها. هلأ رح نزل عليهم كوب ونصف من الدقيق. بتمنى بصنع الكيك أو الكب كيك إنه تتقيدوا باستعمال كوب واحد لكل المكونات مشان ما تتغير عليكم المقادير تبع الوصفة ويطلع شي قليل وشي كتير. بتطلع الوصفة أبدا ما أنا متوازنة ولا ناجحة. هلأ رح ضيف معلقة صغيرة ونصف من البيكنج باودر ورح نرجع نخفق كمان أو نخلطهم مع بعض لحتى يختفي الدقيق. وهيك صار المزيج عنا جاهز. صفيت القوالب الورقية بقوالب الكب كيك
بهي الطريقة. وإذا ما عندكن القالب تبع الكب كيك ممكن تصفوهم بصينية الفرن العادية، بس حاولوا تلزقوهم ببعض قدر الإمكان. وهذا المزيج صار جاهز ولا أسهل من هيك. هلأ أنا عادة بصب خليط الكب كيك بكيس الحلواني، كتير كمان سهل. بس إذا ما عندكن كيس الحلواني متوفر اليوم أنا رح صبه بأي وعاء يكون له شي بينزل منه مباشرة بسهولة الخليط. رح صب بالركوة أنا بهي الطريقة. طبعا ما بملي قوالب الكب كيك، تقريبا أول مرحلة للنص، كل قالب بحط فيه نص، كل قالب نصه خليط. بعدين رح صف كرات جوز الهند، وتأكدوا انه تكون كرة جوز الهند محطوطة بوسط الكب كيك، بوسط القالب بهي الطريقة، مشان يطلع داخل قطعة الكب كيك كتير منتظم وحلو ومرتب وقت الخبز، ووقت اللي بدنا نقدمه يعطينا منظر أنيق بهي الطريقة. طبعا هي الكمية رح تعطيكم 18 قطعة، الكوب والنصف الدقيق رح يعطيكم 18 قطعة كب كيك. هلأ بالمعلقة الكبيرة بس بنزل لأخفي الكرات تماما، وهيك بيكون أنا مليت 3/4 القالب الكب كيك بالخليط اللي عندي. بنترك ربع لحتى ينفش، بترك له مجال للكيك لحتى ينفش بالقالب بهي الطريقة. رح كمل كمان الكمية. هلأ رح ندخلن على فرن حامي درجة حرارته 180، أو بتحطوا إذا ما مرقم فرنكم بتحطوا على الوسط. تقريبا بيستغرق بالفرن نصف ساعة حسب حماوة فرنكم، ممكن أكتر ممكن أقل. بس ومنطالعون بهي الطريقة. طالعتهم طبعا ما تفتحوا الفرن نهائيا عليهم ولا حتى تشغلوا الوجه، بينخبز السفل والوجه مع بعض، لا تشغلوا أبدا الوجه عليهم، بياخدوا العقل. شايفين قديش ناجحين؟ جربوا واحكموا بنفسكم، وراسلوني بالتعليقات. ابعتولي كمان تطبيقاتكم على حساب الرسمي للقناة على الفيسبوك، أنا منزلته بصندوق الوصف. وهيك طالعناه، شوفوا قديش سهل بيطلع من الورق بكل سهولة. لاحظوا قديش هش. طبعا هلأ رح افتح لكم قلبه لحتى فرجيكم جوز الهند جواته. لكل عشاق جوز الهند جربوا هالوصفة، ولعشاق الشوكولا كمان المزيج رائع. لاحظوا القلب، لاحظوا قديش الكرة جواته منتظمة، لاحظوا هشاشة هالكب كيك. ومثل ما قلت انتو بتتحكموا بصغر وكبر الكرة على حسب ما بتحبوا. بياخد العقل. ان شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة، وان شاء الله تكون كل المراحل واضحة عندكم بهي الطريقة. رح أقدمه بطريقة كتير بسيطة، بس زينته بشوكولا، بس ما بدي كتير بالغ بالتزيين، لأنه هو بكفي إنه طعمته كتير طيبة، فما تبالغوا. هيك مجرد شوكولا، ممكن خطوط شوكولا، ممكن رشة جوز الهند على حسب ما بتحبوا. جربوها لهالوصفة رح تدعولي. وإذا كنتوا أول مرة بتزوروا قناتي لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل الوصفات اللذيذة يلي عم نزلها. ملتقانا بفيديو قادم، لا تنسوني من دعواتكم. استودعتكم الله.